اقوى تسريبات شراكة سول لاند، اقوى شراكة هتعدي على سيرفر مينا. فاتأكدوا ان انتوا تكملوا الفيديو الاخر ويلا نبدأ. طبعا الحدث زي ما انتم شايفين كده هينزل في سيرفر مينا زي سيرفر اندونيسيا واللي انا فيه حاليا. دي هي الرقصات. طبعا احنا هنحرقه في سيرفر اندونيسيا كده سريعا يعني. طبعا دي اول رقصة هنروح حالا اوريها لكم. هي الرقصة دي صراحة انا معرفش ايه الرقصة دي ومعرفش اسمها لانه انا اصلا معرفش ايه هو سول لاند. تمام، ده استعراض للرقصة بس يعني الرقصة الهالة او الشيء اللي حواليه ده كبير جدا. هنعمل الرقصة تزويد ونروح نشوفها مرة تانية ولكن في اللوبي. زي ما انتم شايفين دي هي الرقصة في اللوبي، حرفيا حلوة قوي. ولكن انا مش عارف ايه برضو الحلة دي لان انا معرفش اصلا ايه هو سول لاند عشان نبقى متفقين بس يعني. وده عندنا هذا السلاح. انا مش قادر اعرف ايه السلاح ده صراحه يعني، وما كلفتش نفسي اعرف، ما اعرفش ليه. ولكن زي ما انتم شايفين هو ده السلاح، مسكته حلوه قوي في الايد وشكله حلو. انا ما اعرفش هل هو مستوحى من حاجه او هو سلاح في البتاع نفسه. طبعا كده تزويد سريع كده طبعا. سريعا سريعا كده بس. عندنا الرقصه اللي هي بتاعه المطرقه دي اللي انا وريتها لكم. وبعد كده سريعا سريعا تاني يعني هناخد حبة كده محترمين في هذا الحرق. اعتقد ان هو صعوبته يعني معقولة نسبيا. وايوه اخيرا جالنا حاجة صعوبته معقولة نسبيا اهو ده. السلاح اللي انا مش عارف صراحة هو ايه او هو مستوحى من ايه او هو تبع شخصية ايه. انا اصلا معرفش اذا كان ده انمي مسلسل كرتون يعني. انا صراحة معرفش ايه هو سول لاند. ولو حد يعرف سول لاند يا ريت يقول لنا تحت. طبعا زي ما انتم شايفين شكله فخم قوي. واعتقد ان هو نوع من انواع الشوت جن او سكار. ويعني هو كان معتدل الحدث بس ده في اندونيسيا. طبعا عندنا هنا استحالة. عندنا عايزين بقى نجيب هذا ده يا جماعة ده سكن منجل. ده سكن منجل للي ما يعرفش. اللي بالضخامة دي هيكون يا اما سكن منجل يا اما سكن مضرب. فانا عيني على السكن ده صراحة ان هو حلو قوي 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 قوي. بس انا يعني متأكد قوي ان هو سكن منجل. وممكن يعني ينزل بالمجان ولكن ما اعتقدش لانه خاص بهذه الشخصية. فما اعتقدش ان هو هينزل بالمجان للاسف يعني. كان نفسي اقول لكم ان هو هينزل بالمجان. ايوه خدنا حاجة. ما هي رقصة الدخول؟ ولا دي لا رقصة الشهر. دي رقصة الهمر. ده غير رقصة الدخول ايه؟ ده ايه دي؟ شبيهة رقصة الدخول؟ انا مش فاهم. انا حتى عملت لها بوز. انا بحاول افهم ايه دي يعني. هم عندهم رقصة دخول غير اللي عندنا، عندهم رقصة غير اللي عندنا. انا يا جماعة ما شفتش الرقصة دي خالص في التسريبات ولا شفتها في اي حتة، فدي رقصة جديدة. انا ما عنديش اي فكرة. دي بقى رقصة انا فعلا 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 بالفعل شفتها في التسريبات وسيتم عرض الرقصة حالا. زي ما انتم شايفين الرقصة هي الرقصات طويلة ودي حاجة حلوة. وده السلاح في اللوبي. وكمان الرقصة تاني في اللوبي يعني عشان لو حد عايز يشوفها في اللوبي هتختلف او مش هتختلف. هي دي صراحة يعني الهامر مالي مالي اللوبي ومالي الشاشة. وبالنسبة لأصحاب المجاني ففي السكن ده لأصحاب المجاني وهذه الشنطة. وطبعا من المقرر بأنه المفروض يعني التحديث اللي فات كان يكون فيه اللي هو يعني بتاع ديوال. كان المفروض يكون فيه ماجيك كيوب ولكن ما كانش فيه ماجيك كيوب. فالمفروض انه بصراحة عجبني السكن ده فاجيبه. المفروض انه يكون فيه ماجيك كيوب في تحديث او شراكة سولاند. بما ان التحديث بتاع ديوال ما كانش فيه ماجيك كيوب مع ان كان قايلين ان هيبقى في ماجيك كيوب قريب. ولكنهم ما ذكروش هل هيبقى في ديوال ولا هيبقى في سولاند ولا هيبقى حتى في الكريسماس ولا في كاس العالم. هما صراحة ما ذكروش اي حاجة نهائيا عن هذا الشيء يعني. ولكن انا بقول لكم ان هيبقى في ماجيك كيوب قريب جدا يا اما في الشراكة زي سيرفر اندونيسيا عادي جدا. يا اما هيكون في
التحديث بتاع الكريسماس. وطبعا عندنا حدث الباندا النينجا او كونغ فو باندا، ده معرفش الصراحة. يعملوا كده ايه حرق كده بسرعة. هو الحدث يعني في اللي نزل في اندونيسيا، منزلتش سكنات الباندا، ونزل التلجة دي اللي عليها كونغ فو باندا والسلاح وحاجة كمان. طبعا زي ما انتم شايفين دي هي التوكنات. بالنسبة لصعوبة الحدث برضو يا جماعة، أحداث في إندونيسيا عندهم يعني تطبيل. أنا مش عايز أقول تطبيل، بس جرينا لو سمحتوا، يعني احترمونا شوية، يعني احترمونا شوية. طبعا حصلنا على حاجة او ماي جاد، واو، لا لا، عرض السلاح جامد. حصلنا على سلاح الخيزران، اعتقد ان ده اكس ام 8 دراجونوف حاجة كده، يعني حاجة من الحاجات دي. وبس، هو ده كان الفيديو.